لو متردد بين الشنجان ايدو والبايك اليو 5 بلس والجيلي الام جراند استنى لحظه وخليك معايا للاخر عشان هنفصصهم حته حته وفي الاخر هقول لك مين فيهم الاختيار الاذكى فعلا وليه. النهارده معانا موضوع مهم قوي بيهم كل واحد بيفكر يشتري عربيته الاولى. عارف ان الموضوع ده ممكن يكون محير وفيه تفاصيل كتير، بس ما تقلقوش النهارده هنبسطه على الاخر. كلنا عارفين طبعا ان الواحد لما بيجي يشتري اول عربيه بيبقى مضغوط ومحتار، تسمع رأي ده ورأي ده وتلاقي مواصفات ملهاش آخر، فبصراحة الواحد بيتوه. عشان كده احنا النهاردة جايين عشان نركز سوا على اللي يهم بجد ونشيل أي دوشة ملهاش لازمة. طيب جاهزين؟ يلا بينا نشوف مين الأبطال اللي معانا في حلقة النهاردة. اخترنا لكم 3 عربيات سيدان، التلاتة بيعتبروا اختيارات قوية جدا في الفئة بتاعتهم ومثالين للاستخدام اليومي. أول واحدة عندنا هي البايك اليو 5 بلس، بتصميمها العصري وخطوطها الحادة، وبتقدم تكنولوجيا أمان عالية زي كاميرات 360 ونظام كشف النقط العامة. وتاني عربية هي الشنجان إيدو، اللي واخدة شكل هجومي وجذاب ومتصممة عشان الاعتمادية والراحة والكفاءة، وبصراحة الاتنين ليهم حضورهم على الطريق. والضلع التالت في المنافسة هي الجيلي الإم جراند، زي ما انتم شايفين تصميمهم ليها طابع أوروبي كده هادي وأنيق. وبكده يكتمل فريق المتنافسين والمواجهة الحقيقية هتبدأ حالا. طيب خلينا نبدأ بأهم حاجة على الإطلاق، خصوصا لما تكون دي عربيتك الأولى: الأمان. يا جماعة الأمان ده مش كماليات خالص، دي أساسيات ما ينفعش نستهين بيها. يلا بينا نشوف كل عربية فيهم عاملة إيه في النقطة دي. بس قبل ما ندخل في المقارنة لازم نفهم مصطلح مهم أوي: ال ASP يعني إيه؟ ببساطة شديدة ده زي ما يكون في مساعد سواق إلكتروني قاعد جنبك. لو العربية لا قدر الله بدأت تزحلق منك في ملف صعب أو على الأرض مبلولة، النظام ده بيتدخل في ثانية ويرجعها على مسارها. وجوده ده بيفرق بين موقف صعب وموقف خطير بجد. طيب بصوا معايا على الجدول ده كويس أوي. شايفين الفرق؟ أهم حاجة نظام الثبات الإلكتروني أو ال ESP ومساعدة طلوع الكباري، دول أساسيين في ال3 عربيات، وده بصراحة أوبشن مهم قوي في الأمان. ولو جينا نتكلم بقى عن الحماية نفسها وقت الصدمات، ربنا يسترها على الجميع طبعا، هنلاقي الجيل الإمجراند هنا في حتة تانية، بتوصل ل6 إيرباجز، وده طبعا بيدي أعلى مستوى حماية ممكن للركاب في المقارنة دي. بس عشان نبقى عادلين وما نظلمش حد، البايك اليو 5 بلس في الفئة الأعلى بتاعتها بتيجي بشوية أوبشنز تكنولوجيا حلوة قوي مش موجودة في العربيتين التانيين، زي مثلا كاميرا 360 وتحذير نقط العامة. بس لازم نأكد تاني الكلام ده في أغلى فئة بس. تمام، كده اتكلمنا على الأمان ودي أهم حاجة. نيجي بقى للجزء التاني المهم جدا، الناحية العملية. يعني إيه عملية؟ يعني العربية دي هتخدمني إزاي في حياتي اليومية؟ المساحة، الراحة، الحاجات دي بتفرق طبعا. وأول حاجة في الناحية العملية هي الشنطة. بصوا كده على الرسم البياني ده، واضح قوي صح؟ الشنجان والجيلي الاتنين بيكسبوا بشنطة عملاقة 500 لتر، وده فرق ملحوظ جدا عن البايك 430 لتر. طيب يعني ايه 500 لتر في الحقيقة؟ يعني مساحة تشيل شنط سفر للعيلة كلها وانت مرتاح. يعني لو راح تشتري حاجات كبيرة مش هتشيل هم هتحطها فيه. دي ميزة عملية بنستخدمها كل يوم. برضو النقطة المهمة وهي أبعاد العربية، وهنا هتلاحظ إن الشنجان هي الأطول وأكبر قاعدة عجلات، وده بيديها وسع أكتر من جوه. نقطة تانية مهمة قوي وبتفرق جدا في صيف مصر بالذات: فتحات التكييف للي قاعدين ورا. وهنا برضو بنلاقي إن الشنجان والجيلي فيهم الميزة دي، لكن للأسف مش موجودة في البايك، ودي نقطة عملية تانية تتحسب له. يلا بينا بقى ندخل على الجزء اللي ناس كتير بتحبه: التكنولوجيا والشاشات. خلاص، في زماننا ده شاشة العربية ما بقتش رفاهية، دي بقت جزء أساسي من التجربة كلها. تعالوا نشوف مين فيهم بيقدم أحسن تجربة. لو هنتكلم على حجم الشاشة هنلاقي البايك والجيلي بيوصلوا لشاشات ضخمة 12 و3 بوصة في الفئات العالية بتاعتهم، ودي حجم كبير طبعا. الشنجان شاشتها 10 بوصة، بس الميزة الكبيرة إنها بتيجي أساسي في كل الفئات، مش محتاج تشتري الفئة الأعلى عشان تاخدها. بس خلي بالكم، الحجم مش كل حاجة، الأهم هو بتدعم إيه. الشنجان إيدو بتيجي أساسي بتدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وايرلس، يعني هتوصل موبايلك بسهولة. المفاجأة بقى إن البايك اليو 5 بلس ما عندهاش ولا ده ولا ده، تعتمد على البلوتوث بس، ودي نقطة مهمة قوي لناس كتير. لو بصينا على نظام الصوت هنلاقي إن الجيل الإمجراند والشنجان بيبدأوا بسماعتين بس في أول فئة، بس بتوصل ل6 سماعات في الفئات الأعلى. أما البايك بتيجي ب4 سماعات. طيب وصلنا لقلب العربية: الموتور والأداء. عارف إن الأرقام هنا بتبقى كتيرة وممكن تلخبط، كام حصان وكام عزم.
ما تقلقوش، هنبسط الكلام ده خالص عشان نفهم تأثيره إيه على سواقتنا اليومية. نبدأ بأهم حاجة في سواقة المدينة، العزم أو التورك. تخيل معايا إنك واقف على إشارة، العزم ده هو القوة اللي بتزقك في ظهر الكرسي أول ما الإشارة تفتح. كل ما الرقم ده كان أعلى، كل ما العربية قومتها من الثبات كانت أسرع وأقوى، وده اللي بنحتاجه في الزحمة. طيب أمال إيه القوة الحصانية أو الهورس باور؟ ده بقى القوة اللي بتخليك تكمل وتجري. يعني لما تكون على طريق سريع ومحتاج تسارع عشان تعدي عربية، هنا بيظهر دور القوة الحصانية. فببساطة العزم عشان الطلعة، والقوة الحصانية عشان الجري. طيب الكلام ده بيترجم لإيه في العربيات بتاعتنا؟ بص، الجيلي عندها أعلى قوة حصانية، بس الأهم في سواقة كل يوم هو العزم. وهنا هنلاقي إن الجيلي والشنجان الاتنين عندهم أعلى عزم 152 نيوتن متر. الخلاصة العربيتين دول هتحس إن استجابتهم أسرع وأخف في الطلعة من الثبات. تمام. بعد ما فصصنا كل التفاصيل دي من الأمان للمساحة ولغاية الموتور، نيجي للسؤال الأهم: اشتري إيه؟ دي لحظة الخلاصة. هقول لكم رأيي بصراحة عشان نساعد كل واحد يختار حسب أولوياته. بص، الموضوع بسيط. لو أولويتك الأولى والأخيرة هي الأمان، يبقى تروح للجيل الإم جراند وأنت مغمض. فيها كل أنظمة الثبات أساسي وبتوصل ل 6 إيرباكس. طيب لو بتدور على أفضل قيمة مقابل سعر، يعني عربية عملية فيها أمان كويس وشنطة واسعة وشاشة بتدعم كل حاجة، يبقى الشنجان إيدو هي الصفقة الممتازة. لكن لو عايزين الرأي النهائي، يعني مين الاختيار الأشمل اللي بيجمع أحسن ما في كل حاجة، أداء أعلى، أمان، وعملية، يبقى الجيل الإم جراند هي اللي بتكسب في المقارنة دي. وفي الآخر إحنا عرضنا كل الحقائق والأرقام عشان نسهل عليكم القرار، بس محدش يقدر ياخد القرار ده غيركم. السؤال اللي لازم كل واحد يسأله لنفسه دلوقتي: أنا محتاج إيه؟ وإيه العربية اللي فعلا هتناسب حياتي أنا؟ أنا محتاج أعلى أمان، ولا أفضل قيمة مقابل سعر، ولا الأداء الأشمل؟ اكتب لي في الكومنتات تختار مين وليه، ولو معاك نفس الميزانية تقول إيه. ما تنساش تعمل لايك لو المقارنة فادتك، واشترك في القناة عشان لسه جايين بمقارنات أقوى في نفس الفئة، وهندخل على مفاجآت تقيلة جدا الفترة الجاية. وفعل الجرس عشان أول ما ننزل مقارنة جديدة أو تجربة على أرض الواقع تبقى أول واحد يشوفها. معاكم محمد خليفة، ده كان رأينا بالأرقام مش بالكلام. نشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.